انت تعرف ان غضروفك مع الوقت مش دايم لك. الغضروف اللي المفروض بيحمي المفصل بيتآكل ويسيب العظم يحتك ببعضه أكنه بيتخانق، وده اللي بنسميه خشونة المفاصل. بس ما تقلقش، ده طبيعي. خشونة المفاصل 4 مراحل، أقلها الدرجة الأولى وأكثرها الدرجة الرابعة، وكل مرحلة ليها علاج. أولاً العلاج التحفظي اللي هو يعني من غير جراحة، بنبدأ بتعديل نمط الحياة، وكمان العلاج الطبيعي بيساعد كتير على تقليل الألم، وممكن نستخدم مسكنات خفيفة. ده غير المكملات الغذائية مع الجل الموضعي برضو بيساعد على تقليل الألم. تاني مرحلة في العلاج وهو التدخل المحدود المعروف بالحقن المفصلي، يا إما بنحقن هيالورونيك أو كولاجين، أو بنحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية المعروفة بالPRP. وأخيراً العلاج الجراحي، وده بنلجأ ليه في الحالات المتقدمة لما يكون المفصل نفسه متآكل. أهم حاجة بقى ما تستناش الألم يزيد، وخليك أذكى من الوجع، وتحرك من النهاردة قبل ما المفصل يقولك أنا مش دايم لك.